حق الملح عادة ولات ترند عالمي. أما السؤال الحقيقي شنو هو حق الملح بالضبط؟ حق الملح عادة تونسية زمنية وقديمة قديمة قدم صديق القيرواني. وكلمة حق الملح هي لهجة تونسية صرف، تعني ثمن الملح، مش مجرد هدية أو عيدية، بل تقدير لجهد وتعب المرأة داخل المنزل طيلة شهر رمضان. في رمضان المرأة التونسية تكون هي المجدية، تطبخ وتصنف كل يوم أشهى وأبن الأطباق التونسية باش تعرف الملح معدل وترضي زوجها وعائلتها. كانت تعتمد السنة اللي أباحها لها ربي سبحانه وتعالى، تذوق الماكلة طرف لسانها من غير ما تبلع الأكل،